los árbitros, algunas jugadas puntuales. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema del árbitro. تصريح خطير من ميسي يفاجئ به النادي الأهلي بعد تعادله مع انتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، ويوجه رسالة نارية لبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل النادي الأهلي مع انتر ميامي الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب الهارد روك بالولايات المتحدة، فقد صرح قائد انتر ميامي الأمريكي ميسي وأدلى بتصريحات مباشرة بعد هذه المباراة وقال: نحن كنا محظوظين للغاية وخاصة في الشوط الأول، فلقد أضاع النادي الأهلي العديد من الفرص خلال الشوط الأول، وأضاع أكثر من 6 فرص حقيقية، وخاصة ركلة الجزاء التي تألق فيها حارسنا أوسكار ضد لاعب النادي الأهلي. فالأهلي أحرز أيضا هدفا غير شرعيا خلال الشوط الأول، ولكن نحن سيطرنا على الشوط الثاني وكنا غير محظوظين بإضاعة العديد من الفرص، فنحن واجهنا خصما شرسا في هذه المقابلة. فالبعض كان يستسهل هذه المباراة ويقول أننا نلعب أمام نادي إفريقي، ولكن النادي الأهلي في مباراته أمامنا اليوم كان ندا قويا وأضاع العديد من الفرص، وكنا محظوظين صراحة بتعادلنا أمام النادي الأهلي المصري. وأعتقد أن بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي سيواجهان صعوبة بالغة أمام النادي الأهلي، فالأهلي ليس خصما سهلا كما يعتقده البعض. أعتقد أن الجميع شاهد مباراته اليوم أمامنا وماذا فعل بنا خلال الشوط الأول، فهم يلعبون بشكل تكتيكي واضح ويتميزون بقفل المساحات أمام لاعبين الخصم، فأنا لم أخذ حريتي في هذه المباراة بسبب الشكل التكتيكي الذي لعب به مدرب النادي الأهلي أمامنا. فهذه المجموعة أصبحت معقدة للغاية بعد تعادلنا مع النادي الأهلي، ولن أندهش إذا تأهل النادي الأهلي كمتصدر لهذه المجموعة أو في المركز الثاني إلى الأدوار الإقصائية بسبب الأداء القوي الذي ظهر به أمام انتر ميامي. وأعتقد أن النادي الأهلي سيكون مرشحا بقوة إلى الأدوار الإقصائية بسبب الخطة التي يلعب بها المدرب الأسباني وبمستوى بعض اللاعبين الذين ظهروا خلال الشوط الأول من هذه المباراة. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.